مربوط بما سيحققها المملكة والمنتخب السعودي في هذا اللقاء أمام المنتخب المغربي، بينما تدافع المغرب عن حظوظها الكاملة في هذه المجموعة من أجل ضمان التأهل والوصول إلى الدور القادم. هكذا هو الوضع في هذه المجموعة الثانية بعدما قسمت الأمور وما يتعلق بوضعية المجموعات الأولى. تصدرت فلسطين بفارق الأهداف. محاولة مغربية الآن داخل منطقة الجزاء، عرضية هي السباع. نعم هكذا هم دائما وابدا، اسود الاطلس يصلون يسجلون، والبركاوي يضع الكرة في الشباك ويتقدم بأول الأهداف ويسجل في شباك الحارس عبد الرحمن من المحاولة الأولى، من الوصول الأول ليأتي أول الأهداف لأسود الأطلس من المحاولة الأولى. هنا خطف فنسد الأطلسي ووصلت إلى المرمى. أول الأهداف يأتي عن طريق البركاوي، أول الأهداف يأتي من كريم البركاوي، وثاني أهدافها الشخصية في هذه البطولة. ثاني أهداف البركاوي بعد ما كان قد سجل في المباراة الأولى أمام منتخب جزر القمر، اليوم يسجل في شباك عبد الرحمن الصامبي.